دي القرص يا حبايبي اللي احنا عاملينها مع بعض دلوقتي. قراقيش، هي مش قرص، قراقيش. تشربها مع الشاي، مع النسكافيه، مع شاي على لبن، اللي انت نفسك فيه انت وكيفك. بس انا عاملاها مع شاي دلوقتي. ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير واشتراك في القناه. ودي الكميه طبعا اللي انا عاملاها هيت دول 40 كيلو ونص. ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. احنا النهارده هنعمل ايه؟ كيلو قراقيش، كيلو واحد، وهنبدا فيه بقى على طول. طبعا الدقيق دوت كيلو واحد اهوت منخول، دي كيلو اهو، لسه مفضياه ولسه نخلاه. وتقومي حاطه عليه معلقه شمر وليسون مطحونين، معلقه بس كفايه كده. وتقومي حاطه سمسم، سمسم اهو، معلقتين، 3، 4. طبعا محسن خبز نص معلقه صغيره. وهتحط فانيليا، وهتحط شويه بيكنج باودر، يجي معلقه بيكنج باودر، وطبعا شويه الملح. ودي طبعا خميره، ومتدوب معاها معلقه سكر، خميره بيره اهي، متدوب معاها معلقه سكر. لبن بودره، لبن بودره اهوت، دي لبن بودره. تقومي جايبه معلقه كبيره كده اهو وتحطها في الماء. وتجيبي كمان معلقه كبيره اهي، تاني معلقه اهي كده، شايفين؟ وطبعا في الماء كده معلقتين. ودي طبعا ميه بتغلي، بس إيه دفت يعني، بردت. هنملى المجة عليها ميه، عشان انا مش هحط اللبن مع الدقيق، لازم ادوبه في ميه مع زي الخميره. اللبن البودره اللي انا عاملاه هحط معاه معلقتين زبادي، معلقتين زبادي من علبه زبادي يعني. دي معلقه، هحط التانية. وطبعا حطيت هنا شويه حبه البركه صغيرين. طبعا يا حبايبي هنقلبهم في بعض كده الاول. طبعا هنحط بقى مع بعض 3 كرانيب صغيرين، 3 كرانيب. ال3 كرانيب دولت رطل واحد سمنه، مش رتل، رطل، يعني يعتبر نص كيلو سمنه. دي سمنه اصطناعيه اهيت على زيت، انا حطاها سمنه على زيت، يعني حاطه كوبايه سمنه على نص كوبايه زيت. وطبعا تقلبون بقى الاول كده اهو، تقلبي الدقيق كله في بعضه عشان تبقى دايبه معاكي. لازم تبسيها كده يعني الاول، تبسيها بالسمنه. هتحتاجي بقى اللبن اللي احنا عاملينه دهوت، تحطيه براحتك، هتبقى دايبه قوي. اللي عايزها بقى خفيفه يحط لها كرنبين ونص او كرنبين بس، يعني قدامك حريه الاختيار. عايزاها خفيفه قوي حط لها رطل كرنب ونص، الكرنب اللي هو المعيار ده اهو، شفت ده؟ دي 3 كرانيب منه رطل. انا بسيتها معاكم اهوت، بس انا لقيتها السمنه بتاعتها كتير قوي، زودتها كمان يعني بالظبط نص كيلو كمان دقيق. وهي كده بسيتها معاكم اهي، لازم تبسها كده اهو. وبعدين تحط بقى اللبن اللي انت هتعجني بيه، لان لقيتها يعني سمنتها كتير.
وده اللبن اهو على الزبادي، دي اللبن البودرة على الزبادي. ودي العلبة اللي انا ناقصة فيها دي 4 معالق لبن لانها كانت سايلة طبعا اهي. يا حبايبي وهنعص طبعا ميه، هنعص كمان نص كوبايه ميه هحط بس ما بس اللبن كله مع الدقيق. طبعا يا حبايبي هي هتحتاج كمان ايه نص كوبايه ميه. هعجنها بقى وهجيلكوا تاني. هي معلش محتاجه ولا ميه ولا لبن ولا اي حاجه خالص اهي. بسم الله ما شاء الله ماشيه معايا زي الحلاوه اهي وناعمه. بسم الله ما شاء الله. هخلص بقى عجين وارجع لكم تاني. طبعا يا حبيبي انا عجنتها وخلصتها اهو، وبليت ايدي زيت على سمنه واحط على الوش كده اهو ايه. لا هي بسم الله ما شاء الله اهي عجنتها بسم الله ما شاء الله 100 فل و10 خدمتها يعني في العجن ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هسيبها بقى تخمر، وما تخمر هرجع لكم نقولها نعمل ايه. طبعا هنغطيها ايه بالكيس. احسن حاجه الكيس ده، او عندك استرتش اعملي، بس انا بحب الكيس عن الاسترتش كمان. دي مسافه ما فيش بيخمر لك الحاجه وبيحافظ عليها ولا تقشف ولا اي حاجه خالص. هحطها طبعا على جنب كده اهوت لما ابقى خلص. طبعا يا حبايبي القرصه اهي خمرت بسم الله ما شاء الله. هقرصها بقى معاكم. انا هعملها مطوله كده اهو. طبعا انا قطعتها هي قطع واحطها طبعا في الحله تاني عشان ما تنشفش. كل ما عاوز واحده هطلعها واخبزها احط عليها ايه بالكيس كده اهو. طبعا انا دهنه الصواني بتاعتي اهي سمنه مجهزاها. اخبز بقى ايه معاكم. اما المغرب يجي جدا هروح اصلي الاول وبعدين ايه المغرب بدنا لسه ما ادانش. تقوم جايه من النص كده وتقوم قطعها. الله اكبر. انا طبعا خلصت غفيز واحده اهو يا حبايبي، وهكمل التانيين بقى. بسم الله ما شاء الله. انا عاملاها رقيقه مش عاملاها تخينه ومن غير عجوه. بصوا بقى يا حبايبي ده اول صينيه طلعت، وطبعا انا فضيتها في الصينيه دي لانها هي كانت في الصينيه اللي فيها العجين دي، وقمت مفضياها اهو. بس طول القطعه دي منقذه للتقطيع في ثواني، في ثانيه على طول. بسم الله ما شاء الله. شوفي خفيفه اهي ورقيقه، نعملها خفيفه ورقيقه. ودي طبعا الصينيه التانية اهي بسم الله ما شاء الله، وانا باكل منها واحده. شوفي ودي الصينيه التالتة اهي، ودي الصينيه الرابعه اهي يا حبايبي. بس يا حبايبي بقى انا خلصت كميه القرص اهو، اقسم بالله ما خدت مني حاجه في الخبيز ولا اي حاجه خالص. والنشف شوفي دايبه اهي والله العظيم، شفتي وحلوه قوي ودايبه. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه. عايزه تقدميها مع الشاي ما شاء الله اهيت، واعملي لي لايك وتعليق حلو كده من ايدك، وتفضلي بقى معانا.